أولا في مسألة تدبير تذاكر المباراة. مسألة تدبير تذاكر المباراة مهمة جدا ومفصلية. نحن نعرف بأن الجيش الملكي كغيره من الأندية الجماهيرية في المغرب يمكن أن يأتي إلى الملعب البلدي بجماهير غفيرة. هذه مسألة متوقعة، لأن فريق الجيش الملكي فريق كبير لديه جماهير كبيرة، وبالتالي شيء عادي أنهم يرغبون في المجيء إلى مدينة بركان، مسألة عادية. ولكن أحبابي الكرام، بالنظر إلى سعة الملعب الذي هو ملعب صغير جدا، ملعب يعني لا يتجاوز 10,000 مناصر أو متابع، ربما المقاعد أقل، وبالتالي فطبيعي جدا أنه تخصص للجيش الملكي مقاعد قليلة. يعني لا يمكن مقارنة الملعب البلدي ببركان بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. مسألة واضحة عادية جدا. ملعب الأمير مولاي عبد الله يتسع إلى تقريبا 68,000 و 69,000 متفرج. شيء عادي أن فريق نهضة بركان يأخذ 3,000 أو 3,500 أو 4,000، مسألة عادية. ولكن بالنسبة للملعب البلدي لبركان فهو يعني يتسع تقريبا 9,000 مقعد أو أقل، فطبيعي أنه العدد الذي ينبغي أن يحصل عليه فريق الجيش الملكي هو 450 تذكرة إلى 500 تذكرة. نحن نحترم الجيش الملكي، وإن فاز الجيش الملكي علينا سنشجعه بكل روح رياضية، ولكن نشجع الجيش الملكي لا يعني أننا سوف طبعا نتنازل عن حقوقنا. بعض جماهير الجيش الملكي ترغب في أن يتنازل فريق نهضة بركان والجماهير البركانية عن حقوقها. لا يا صديقي، لا، ما هكذا تورد الإبل. نهضة بركان جمهوره يجب أن تحترموه، يريد أن يحضر إلى المباراة. أنتم لديكم نسبة معينة، الملعب صغير. عندما سيكون هناك ملعب كبير في بركان آنذاك مرحبا بكم، ستحصلون على مقاعد أكثر، وبالتالي الآن منطقيا ستحصلون على مقاعد قليلة. هذا هو المنطق. لذلك لا تتعبوا أنفسكم وتأتوا إلى بركان، ابقوا في منازلكم، لا تتعبوا أنفسكم وتأتوا، لأنه من ليس لديه تذكرة لن يدخل إلى الملعب.